بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا من فتحت هذا المقطع الآن، اعلم أنك ما وصلت إلى هنا عبثا، بل هناك رسالة من رب السماء جاءت إليك الآن في وقتك هذا تحديدا. رسالة لك تحمل لك مفتاحا من مفاتيح الفرج وسرا عظيما من أسرار الرزق والبركة. كم من إنسان في هذا العالم يركض خلف الرزق من مطلع الشمس إلى مغربها ويتعب بدنه وينهك قلبه، ومع ذلك لا يفتح له باب. وكم من عبد بسيط لا حول ولا قوة له، ولكنه عرف مفتاحا عجيبا فتيسرت له الأمور وانهالت عليه الخيرات من حيث لا يدري. نعم، هناك سر، لكن هذا السر ليس مالا تنفقه، ولا واسطة تعتمد عليها، ولا علاقات تسعى بها. إنه سر جاءك من السماء، محفور في كتاب الله بين صفحاته المباركة، في سورة عظيمة أهملها الكثير، لكنها عند من جربها وعرفها كانت سببا في تغيير حياته، من الضيق إلى السعة، ومن الكرب إلى الفرج، ومن الفقر إلى الغنى. ما رأيك لو أخبرتك أن هناك سورة عظيمة إذا قرأتها 3 مرات فقط كل يوم بخشوع وتدبر وبيقين في الله لا يتزعزع، فإن الله تبارك وتعالى يفتح لك بها أبواب الرزق كأنها خزائن السماء قد فتحت لك؟ نعم، 3 مرات فقط، لكنها تفتح لك أكثر مما تفتحه ساعات العمل وجهد الأعوام وسعي الليالي. تخيل أن رزقك يأتيك بلا حول منك ولا قوة، فقط لأنك تمسكت بالمفتاح الصحيح ودخلت على باب من أبواب الكرم الإلهي. وهل هناك أكرم من الله؟ وهل هناك من يرزقك دون حساب؟ أيها الطيب أخي الكريم، قبل أن نكشف لك عن اسم هذه الصور الربانية، ادعم هذا المقطع بإعجاب، فكل إعجاب منك يرفع هذا الخير لغيرك. واكتب في التعليقات: اللهم ارزقني رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه، وبارك لي فيه من غير كد ولا تعب ولا من أحد، وبلغني مرادي واحسن خاتمتي، واجعلني من الذاكرين الشاكرين. ولا تنسى أن تهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من قلبك، فالصلاة عليه باب لا يغلق، وفضل لا يحد، ونور لا ينطفأ. ابدأ استعد الآن، لأنك بعد لحظات قليلة ستسمع اسم سورة واحدة فقط، لكنها قادرة بإذن الله تبارك وتعالى أن تغير حياتك كلها. فابقى معي حتى النهاية، وكن على يقين أن ما تسمعه الآن قد يكون بداية شهية لك مع الرزق والخير والفرج الكريم بإذن الله تبارك وتعالى. ربما تتساءل الآن: ما الذي يمكن أن يفتح لي أبواب الرزق؟ ما الذي يمكن أن يكون سببا في تحول حياتي من الضيق إلى السعة؟ ما الذي يجعل الله يرزقني دون عناء ويكفيني ويغنيني من فضله ويجعلني لا أمد أيدي لأحد؟ هل هناك حقا سرا من أسرار القرآن الكريم، مفتاح خفي من طبقه فتح له الله أبواب الرزق من حيث لا يحتسب؟ نعم يوجد، ولكن هذا المفتاح لا يعرفه إلا من جربه بصدق، لا يعرفه إلا من أقبل على الله بقلبه قبل لسانه وبروحه قبل عينه. هذا المفتاح آيات مباركة إذا قرأتها في اليوم 3 مرات فقط ترى أثرها عجبا في حياتك، ويرتفع عنك البلاء، وتزول عنك الغموم، وتسهل لك كل السبل، وتأتيك الأرزاق من حيث لا تدري. قد تقول 3 مرات فقط، أقول لك نعم 3 مرات فقط، لكن ب3 شروط. الأول: اليقين التام بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الرزاق. ثانيا: خشوع قلبك عند التلاوة واستشعار كل كلمة تقرأها. ثالثا: الاستمرار عليها أياما وليالي دون ملل. وما أجمل أن تبدأ يومك أو أن تختم ليلتك بهذه التلاوة المباركة، كأنك تفتح بها أبواب السماء.
وترفع بها دعاءك لرب العرش العظيم، كأنك تقول: يا رب، أنا لا أملك شيئا، لكني أتيتك بكلامك، وبكلامك أطلب رزقك، فافتح لي ولا تردني أبدا. تأمل معي هذا المشهد: أب في بيته لا يملك شيئا، لا يملك في جيبه إلا القليل، لكن على لسانه هذه الآيات، وأم تدعو لأولادها وليس في بيتها ما يسد حاجتهم، ولكنها ما تركت هذه الآيات. شاب يبحث عن عمل، ترك أبواب الناس فلم يجد، فلجأ إلى باب الله وتعلق بهذه الآيات تعلقا، وفجأة تتبدل الأحوال وتنزل البركات، ويصبح ما كان مستحيلا واقعا، ويتحقق ما كان مؤجلا، ويفتح له من الرزق ما لا يخطر على باله أبدا. هل تعرف لماذا؟ لأن هذه السورة تحديدا فيها وعد من الله، ولا يكسر وعد يقرره رب العرش بنفسه ويؤكد عليه بآيات واضحة، وفيه سر عجيب متى قرأته وفهمته تعلق قلبك به، شعرت وكأنك وجدت الدرب الصحيح إلى خزائن الرزق، لا درب البشر بل السماء. لكن جربها كثير من الصالحين، بل حتى من الناس العاديين الذين تركوا هذا الباب دون علم، وكانت النتيجة واحدة: أرزاق تنهمر، وبركات تتنزل، وراحة قلب وتيسير لا يصدق. هل تظن أن الله يخلف وعده؟ هل تظن أن من يتوكل عليه ويقرأ آياته ويقرأ كلامه يضيع؟ لا والله. والآن جاء الوقت الذي انتظرته، جاء الوقت للكشف عن اسم هذه السورة المباركة التي تبدأ بقسم عظيم، وتذكرك بأن الله هو الذي يدبر ويقسم الأرزاق. إن السورة التي فيها الآية الشريفة التي تقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم، إنها سورة الذاريات. اقرأها كل يوم 3 مرات فقط، وراقب ماذا سيفعل الله لك. اقرأها لا بلسانك فقط بل بقلبك، رددها وكأنك تنادي الله بأسمائه الحسنى، وتقول له: يا رزاق، يا كريم، يا فاتح، ارزقني من عندك وافتح لي خزائن السماء والأرض. ستجد بعدها ما يدهشك. طريقة القراءة المجربة: أولا، اجلس في مكان طاهر، وابدأ بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم 10 مرات. ثانيا، اقرأ سورة الذاريات مرة واحدة، ثم استغفر الله 10 مرات. ثالثا، أعد قراءة السورة مرة ثانية، ثم قل: اللهم ارزقني من حيث لا أحتسب، وبارك لي في مالي وأهلي وعمري. رابعا، اقرأها مرة ثالثة، ثم اختم هذا الدعاء: اللهم إني توكلت عليك فافتح لي أبواب رزقك، ولا تكلني إلى غيرك. ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات. خامسا، جرب هذه الطريقة لمدة 7 أيام فقط، وسجل ما سيحدث معك، واكتب لنا في التعليقات تجربتك، وكن من الشاكرين الذين يرون أثر كلام الله في حياتهم. والآن القرار عندك: إما أن تغلق هذا الفيديو وتعود لحياتك كما كانت، وإما أن تبدأ من اليوم عهدا جديدا بينك وبين الله، عهدا من اليقين والثقة والتوكل، وقراءة هذه السورة العظيمة 3 مرات فقط. والله لن يخذلك الله أبدا. ضع إعجابا على هذا المقطع إن شعرت بأن الكلام لامس قلبك، واكتب في التعليقات: يا رزاق، افتح لي كما فتحت لعبادك الصالحين، وبارك لي كما باركت لمن أحببت، واجعلني من أهل هذه السورة المباركة. ولا تنسى أن تهدي هذا الفيديو لمن تحب، فقد يكون رزقك معلقا بهذه السورة ولا يعلم أحد. نلتقي قريبا في مقطع جديد بإذن الله تبارك وتعالى، ودمتم برزق واسع وقلوب مطمئنة وأيام كلها بركة واسعة وخير لا ينقطع. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.